ثابتك؟ ها ثابت عادي، كلنا اتسابنا قبل كده، ايه المشكله يعني؟ لو انت اللي سايب مش هتبقى قاعد حزين كده. تعال اقول لك هتعدي الحوار ده ازاي. تعال اولا ما تروحش تدور على واحده تانية تنسيك الاولانيه. انت جالك رباط صليبي في قلبك، ما ينفعش تنزل ملاعب دلوقتي يا كازانوفا. انت اكلت اكله وجالك تسمم، ما ينفعش تاكل اي حاجه تانية لحد ما اسهال المشاعر اللي عندك ده يخلص. انا عايزك تعمل دايت، حميه غذائيه، رجيم خالي من الحريم لمده 6 شهور على الاقل. صايم. ثانيا عايزك تشغل وقتك باي حاجه، اخرج مع اصحابك، العبوا كوتشينه، العب دومينا، العب في مناخيرك. اهم حاجه تشغل ايديك بحيث انك ما تلعبش فيه، ودي الخطوه الثالثه والاهم، ما تلعبش في السوشيال ميديا بتاعتها. لو سمحت امسحها من كل حته. عايزك تسد كل خرمه ممكن تطلع لك منه. انت بتتعافى من الادمان، ما تروحش لاي حته بتفكرك بنشوه النسوان. الخطوه رقم 4، انت فاكر انا قلت لك في الخطوه الاولى انك تعمل ريجيم خالي من الحريم. طب هتاكل ايه؟ تاكل بيتزا، تاكل فطير، تاكل ممبار، لانه مفيش حد هينسيك منار غير صباع الممبار. بعد ما تخلص اكل استاذنك نعدي على الجيم اللي على ناصيه الشارع اللي انت مشترك فيه بقالك 2 وما رحتش لغايه دلوقتي غير مرتين. هنحلل الفلوس اللي احنا بندفعها. عايزين نتمرن. ليه؟ عشان عضله القلب اللي فيها رباط صليبي دي لازم نمرنها تاني. كارديو بقى عشان نحرق، وعلشان لما تخلص فتره النقاهه بتاعت 6 شهور نكون جاهزين وحلوين ومفرفشين، نعرف نحب حد جديد. وخليك فاكر ريجيم خالي من الحريم.